رجعت لكم بفيديو جديد في منتهى الأناقة. هنتعلم مع بعض النهاردة طريقة تركيب الرموش رمش رمش، وهنتعلم كمان طريقة تركيب الرموش المزدوجة. النهاردة الفيديو مهم جدا وهيفيد كل ست بيت. الإفادة من الفيديو ان انت تتعلمي كل حاجة تعمليها لنفسك في البيت. فالنهاردة الفيديو هيعلمنا كل اللي احنا عايزين نتعلمه بس داخل البيت، وهنشوف كمان الأدوات اللي احنا بنستخدمها في طريقة لصق الرموش. طبعا من الصمغ اللاصق يبقى في منه اللون الأبيض وفي منه اللون الأسود. أتمنى النهاردة الفيديو يفيدكم، وتعالوا نشوف الفيديو بس بعد الفاصل الصغير ده. خليكم معانا. معاكم قناة عالم إيمي ويومياتها. قبل ما نبدأ الفيديو معاكم ما تنسوش تضغطوا على لايك الجميل اللي بيشجعنا، وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل فيديوهاتنا الجديدة الحصرية. ورجعنا لكم من جديد. زي ما احنا شايفين ديت بتبدأ تلزق الرموش، بتبقى ممكن تقصيها كذا قطعة، بس طبعا انا ما بحبش الطريقة ديت لان انا جربتها، يعني بحس ان هي متعبة شوية غير لما يكون الرموش على بعضها. زي ما احنا شايفين بردك اهيت بتجيب الرموش زي ما انتم شايفين طبقات اهيت بتلزقها من تحت. في ممكن تلزقيها من تحت بس ديت تكوني حذرة وانتي بتلزقيها. في رموش طبعا بتبقى لاصقة مغناطيسيا زي ما انتم شايفين، وكمان بتبقى ضد المية. لازم نبقى حذرين طبعا زي ما قلت لكم ان انتوا لما بتلزقوا الرموش من تحت ممكن مثلا لو عندك حساسية في عينك او كده، او المادة اللاصقة دخلت في عينك، فدي برضك ناخد بالنا منها. مع اني بحبش الطريقة الاولانية، بس طبعا في ناس بتحب ان هي تحط الرموش اجزاء كده زي ما انتم شايفين. هنا بنشوف طبعا الرموش المغناطيسية. هنا هنشوف الرموش المزدوجة بيبقى ليها الاداء اللي انتم شايفينها ديت. طبعا في انواع كتيرة من الرموش. انا قلت لكم قبل كده في الفيديو اللي فات على نوع الرموش اللي انا بستخدمه. حلو جدا، بس لازم تاخدوا بالكم ان في رموش صناعية بتبقى ناشفة كده، وفي رموش بتبقى الشعر بتاعها ناعم. هاتوا الدرجات اللي من النوعية ديت، الخامة بتبقى طرية. زي ما احنا شايفين الاداة اللي هي بتلزق الرموش. اول حاجة بنحط اللاصق سواء ابيض او اسود، ونبدأ ان احنا نلزق الرموش زي ما انتم شايفين. هنا بتجرب طبعا ان هي تلزق بالمنقاط، طبعا ما نفعش معاها، لحوست الدنيا خالص. فهتقول لكم دلوقتي الطريقة الصح اهيت. جابت الاداة ديت بتتباع اونلاين عند اي مكان او اي مركز تجميل. بتاخدي الرموش بتحفظيها كده في المكان المخصص ليها اللي هي العلبة بتاعتها، وبعد كده بتحطي المادة اللاصقة سواء بيضة او اسود. انا بحبذ الاسود لانه بيبقى لون الايلاينر عشان ما يبقاش اللون باين بعد ما تلزقي الرموش. طبعا احنا بنحط فوقه كحل او ايلاينر اسود تاني فوق الرموش. هنا هي بتثبت طبعا الرموش بالمسكرة الناشفة، يبقى في فرشة كده ناشفة معانا بنسوي بيها الحواجب او كده، وبتلزقها كده بظهر فرشة بتضغط عليها. بس طبعا الأداة بتاعة لزق الرموش بتغنيكي عن الموضوع ده. لما تيجي تلزقي الرموش لازم تغمضي عينك نص تغميضة لتحت بالشكل اللي احنا شايفينه دوت، وتيجي فوق منبت الشعر بتاع الرموش وتقومي لازقه الرموش من المنتصف، وبعد كده تظبطيها من الطرف الشمال والطرف اللي هو في اول العين بالشكل اللي احنا شايفينه. طبعا ملحوظه هتشوفوها داخل الفيديو، قبل ما تلزقي الرموش لازم ان انت تحطي مسكره للرموش الطبيعيه الاول، تمام، قبل ما تلزقي عليها الرموش الصناعيه. وزي ما قلت لكم تاني في درجات من الرموش بتبقى الرموش بتاعتها ناعمه. خدوا بالكم من الارقام، بيبقى ساعات بتجيب الرموش بتبقى كده عامله زي البلاستيك. بصراحه بتعمل حساسيه للعين وبتضايقك لما بتيجي تغمضي. وطبعا منطقه العين لازم تجيبي لها انواع كويسه جدا عشان ما تعملكيش حساسيه في العين. انا قبل كده قلت لكم جربت اللاصق اللي هو الشفاف، بصراحه ما عجبنيش. وفي اللاصق اللي هو الابيض او الاسود دوت اللي هو شبه المرهم شويه دوت كويس، وكتير من الناس بيستخدموه. طبعا هنا هنشوف هي هتوري لكم اكتر من طريقة للشكل الرموش. في رموش بتبقى طويلة لفوق كده مسحوبة، وفي رموش بقى اللي هي بتبقى لتحت ديت انا ما بحبذهاش قوي عشان بتضايق في اخر العين. بتحس ان هي كأن حاجة كده
مضايقاكي في طرف العين. فانتوا لما تيجوا تعملوا الرموش تقصوها من الاخر من الطرف، لو هي مش على المقاس بتاع الرموش بتاعتكم تصغروها من الجنب، فبالتالي هتظهر معاكم بالشكل ده. وبنثبتها بالأداة الخاصة بالرموش، وده شكلها النهائي. هنا طبعا بيبقى فيه ملقاط خاص بالرموش، بس الأداة البلاستيكية أفضل. هي بتوريكم هنا أنواع كتيرة من الرموش اللي هي جابتها. وأتمنى النهاردة الفيديو يكون عجبكم، وأشوفكم فيديو جديد. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة. سلام.